لماذا استخدم جيش الحركة الإسلامية الإرهابية أو ما يسمى بالجيش السوداني السلاح الكيماوي ضدكم في مناطق مكتظة بالسكان؟ شوف أستاذ آدل، سؤال زي ما قالوا الزملاء في القنوات، انت جبت دار تجيب جون. فأنا بقول لك نعم، الإسلاميين عندما الدعم السريع كسر جبروتهم في الخرطوم، ما تاني ما عندهم حيلة. والإسلاميين بقيادة برهان يعني ما يهموا مواطن، هم يعني ضربوا السلاح ده ضد المواطن، ما ضد الدعم السريع، وما تخويف للدعم السريع، لأن الدعم السريع الجندي في أشد الاشتباك بيضرب قيام واقفا. وأنا أتحدى العالم كله قيام واقفا، شفنا المقاطع دي قيام واقفا. ما في قوة في الأرض مهما تكون جبروتها بتضرب قيام واقفا إلا قوات الدعم السريع. مبروك والله، أبطال. الشباب ديل عندهم عقيدة. نعم. السلاح الكيماوي ده ما ضربوه إلا في الخرطوم يا أستاذ عادل، للأمانة برضو. نعم. ضربوه في دارفور، ضربوه في جبل موية، ضربوه في مناطق عدة. صحيح. لكن الحمد لله شباب الراكزين، شباب الإعلام قدروا يوصلوا صوتهم للمجتمع الدولي. وأنا أتمنى من هنا المجتمع الدولي برضو يراجع كل مواقفه في 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 حكومة بورسودان دي وفي البرهان نفسه، لأن نزاك البشير أبات مئات الآلاف من دارفور. صحيح. لماذا البشير لم يذهب إلى المحكمة الجنائية؟ وأحمد هارون موجود في مناطق سيطرة الحركة الإسلامية. أيوة، وأحمد هارون حر طليق يتبجح حول الشوارع. فأين العدالة؟ فأنا بقول الإسلاميين الموجودين في الحكومة والقاعدين غير الحكومة بتاعت بورسودان دي هم سبب دمار السودان. عشان يحكم ممكن يبيد الشعب السوداني، فهم ضرب السلاح الكيماوي نسبة للخوف، خوف من الدعم السريع، لكن أذوا المواطنين. نحن الآن برضو عبر محطة بودكاست نرسل رسالة لكل سكان ولاية الخرطوم، وأنا أحد مواليد مدينة أم درمان وعالم خرطوم وأم درمان جيدا. فالمناطق دي غير يعني صالحة للسكنة. نعم. الآن نسبة السلاح المضروب وفي تشويف، وفي حالات الناس تابعتها عبر القنوات وشافتها، حتى الفيديوهات ذاته والمياه الموجودة فيها آثار السلاح الكيميائي الضرب.